خلينا اروح لكم لخبر حلو جدا. يعني عايز اقول لكم كواليس بقى هتحصل ان شاء الله في خلال السنه الجديده، وده يعني من الكواليس من جوه من الاستاذ ايمن العاشري رئيس غرفه القاهره التجاريه. وانا بجايب لكم الكواليس اللي يمكن صعب انها يعني هتلاقوها. في اجتماع بيتم الترتيب ليه دلوقتي، الاستاذ ايمن العاشري بيتم الترتيب لاجتماع موسع لكل الشعب التجاريه بالغرفه، وده على اساس يناقشوا خطه الغرفه وكل شعبه خلال 2025 بما يتناسب مع خطه الدوله التنمويه ورؤيه الدوله 2030. الاجتماع ده بيتم الترتيب ليه دلوقتي وهيتم الاعلان عنه قريب. وطبعا استاذ ايمن عاشري هيطالب، انا جايب لكم كواليس الحقيقه، كل الشعب كل شعبه هتقدم ورقه عمل ايه خطتها خلال 2025، وايه المعوقات وايه المشاكل وايه المقترحات لحلها، وايه كمان الرؤيه في الفتره اللي جايه خلال 2025. ده مهم جدا جدا، وانا جايب لكم الكواليس دي. امتى الاجتماع ده؟ هيكون قريب جدا، بيتم الترتيب ليه دلوقتي، وهيدعو الاستاذ ايمن العاشري الشعب التجاريه بمختلف الانشطه لحضور الاجتماع ده، وهيكون اجتماع كبير جدا جدا، اجتماع هيناقش يعني الخطه العامه. بقى اقول لكم الخطه العامه للغرفه، لان هي الغرفه مكونه من الشعب التجاريه دي، فبنوجه الدعوه من هنا قبل حتى استاذ ايمن ما يوجه دعوته للشعب. يا جماعه اشتغلوا وحضروا ورقه عمل، لان قريب هيتم دعوتكم لاجتماع كبير جدا في الغرفه. يعني اجتماع هيناقش الخطه العامه للغرفه من خلال كل شعبه ورؤيتها لل 2025 في الفتره اللي جايه، ورؤيه التنميه للفتره اللي جايه. يعني الاجتماع ده اعتقد ان هو هيكون اجتماع مهم جدا جدا. ومن الكواليس الاجتماع ده ان الحقيقه الاستاذ ايمن العاشري عايز يعمل حاجه، عايز يعني يطور الانشطه بشكل عام. واعتقد ان كل شعبه عندنا في غرفه القاهره ليها اجنده في التطوير ورؤيه، لان كل شعبه الحقيقه بتضم قامات من اصحاب الانشطه المختلفه في كل نشاط. فاعتقد ان هو هيكون اجتماع يعني مهم جدا جدا، هيتم سرد فيه سواء المشاكل سواء الحلول، كمان الرؤية المستقبلية. انت ازاي هتوصل للتنمية في الفترة اللي جاية، وايه محاور التنمية اللي هي معتمدة على كل شعبة. علشان كده احنا جبنا لكم الكواليس دي. يمكن الكواليس دي لسه ما طلعتش من غرفة القاهرة، لكن احنا جبناها لكم. استعدوا لكل الشعب في غرفة القاهرة لحضور اجتماع موسع هيتم دعوته لمجلس إدارة غرفة القاهرة، هيدعي ليه الأستاذ أيمن العاشري علشان يناقش الخطة العامة على مستوى واسع. مجلس إدارة الغرفة هيبقى موجود، كل شعبة رؤساء هيئات مكاتب الشعب ومجلس إدارتها وجمعيتها العمومية، زي ما كل شعبة يتراءى لها هي هتناقش موضوعها ازاي. ده الأجندة دي. أنا هاخد الأجندة منك، وإيه خطتك للفترة اللي جاية ورؤيتك ل 2025 التنموية، وهنبدأ نشتغل عليها. الهدف في النهاية دعم الاقتصاد القومي، الهدف من النهاية تنشيط القطاعات والتوسع في أنشطتها. هو ده هدف الغرفة في الفترة اللي جاية، لأن غرفة القاهرة يا جماعة بتضم يعني نسبة عدد كبير جدا من يعني أكتر من 650 ألف، كان تاجر أو صانع أو مستثمر أو مؤدي خدمات. يعني بكل الأنشطة بتضمها غرفة القاهرة. أعتقد إن كل الغرف على مستوى الجمهورية هتعمل كده، هتبدأ تشتغل على الخطة خلال 2025. وكمان ايه الايجابيات والسلبيات اللي كانت خلال 24 عشان نقدر تبقى قدامنا في الفتره اللي جايه. جبنا لكم كواليس الاجتماع اهو، اشتغلوا عليه واستعدوا في غرفه القاهره لاجتماع موسع هيدعو ليه استاذ ايمن العاشري رئيس الغرفه مع مجلس اداره الغرفه وكل الشعب التجاريه. هنتابع الاجتماع ده ونشوف تفاصيله وكواليسه ودنيته هتبقى عامله ازاي. ان شاء الله هيبقى اجتماع قوي، وانا عندي ثقه في كل الحقيقه الشعب التجاري في غرفه القاهره انها بتضم قامات كبيره جدا جدا وفكر عالي. واعتقد هيكون اجتماع مفيد جدا للاقتصاد، مش لغرفه القاهره، لاقتصادنا القومي.